الموقف مشتعل يا شيخ حازم، كيف ترى ذلك؟ يعني أولا أنا طبعا كنت أتمنى أني أستطيع مواصلة الحوار إلى أبعد مدى قربا نفسيا من حضرتك، لكن هتسامحني أن أنا مضطر أروح إلى بداية التحرير فورا، فمش هقدر أستنى. عندي نقاط محددة. أولا حسين طنطاوي وسامي عنان كده خلاص مشيوا. أنا بقول لهم اركبوا الطيارة، مفيش قدامهم غير يركبوا الطيارة دلوقتي ويمشوا فورا. مفيش، لم يعد هناك أي شيء تاني مطلقا. لازم يبقوا عارفين حسين طنطاوي وسامي عنان ان وجودهم في مصر انتهى. اذا مش فاهمين كده خلاص، فضلا عن وجود 24 ساعة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يصدر قراره اذا لحق. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، كلمة البلطجية، بقول لكل الناس اللي بيسمعوا حضرتك انسى كلمة بلطجية، لان البلطجية دول المصلحجية اللي له مصلحة. اللي له مصلحة دلوقتي ده اللي بيبقى مش موجود في الشوارع، لأنه ده مش هينزل لا هيعرف ياخد من حد فلوس ولا هيبلطج على حد. آخر ناس ممكن يوجدوا في الأحداث بالصورة اللي احنا شفناها هي البلطجية. كلمة بلطجية كلمة لا وجود لها مطلقا في عناصر الموقف. البلطجي ده شخص بيفرض إتاوة شرط، إنما دول المتسلطين من جهات تتبع السلطة. لأن البلطجي ده في الوقت ده البلطجي بيؤثر السلام، يقول لك لا انا انزل وده كله موجود، زي ايام اللجان الشعبيه بتاعه 25 يناير. اللجان الشعبيه في 25 يناير حرامي ايه اللي هيمشي وكل مفرق فيه لجنه شعبيه، فده مستحيل تماما. فانسوا حكايه البلطجيه. البلطجيه هي حسين طنطاوي ومن يرسلهم وسامي عنان ومن يرسلهم، كلام واضح. واذا وصل الامر الى هذه الدماء ليس امامه الا انه يمشي دلوقتي حالا. النقطه الثالثه والاخيره، الآن هناك سباق. هذا أنا بقول ده آخر ما عندي من إخلاص. الآن هناك سباق، إما أن يدرك المجلس العسكري نفسه من ساعة إلى ساعة فيصدر القرارات اللي إحنا بنديله أوامر بإصدارها دلوقتي صراحة، اللي هي قرار تحديد هذا الموعد اللي إحنا بنقوله، وإما إنه مفيش أحداث هتستمر. في كلام عن حكومة سريعة لإنقاذ وطني برئاسة الدكتور البرادعي، مرفوضة. ده دي اللعبة، هي دي الخطة القديمة بيسترجعوها مرة تانية. مرفوضة الحكومة أم الدكتور البرادعي؟ لا طبعا. أصل الدكتور البرادعي أنت عارف إن أنا هقع في حرج أنه داخل انتخابات رئاسة وهو داخل انتخابات رئاسة، إنما اللعبة كلها الدكتور البرادعي بصرف النظر، يعني قصدي عن الدكتور البرادعي اللي هي لعبة حكومة إنقاذ وطني وتسليم السلطة لها ومين أغلبية الحكومة. لا 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 لا، انتهى الأمر تماما. مفيش الكلام ده، ولا مجلس رئاسي مدني نقعد لسه نتناقش في أشخاص ومين وكده، ولا حكومة إنقاذ وطني ما احناش عارفين هتأتينا بإيه. لا، متأسفين جدا. خلاص الكلام مش هم قابلوا النهاردة مضوا شخصيات، هو نفس الشخصيات راحت مضت للمجلس العسكري قالت له اعمل لنا حكومة علشان يحكمنا ناس برضو الله أعلم. كل دي اللعبة الجديدة، اللعبة المرفوضة اللي لا يمكن تقبل، مش ما عدناش بلهاء.